النهارده قررنا انا وايمان نجرب اشهر تحديات موجوده على التيك توك. نحن نختلف عن الاخرين خالص عشان نشوف هي حقيقيه ولا فين. هنجرب كرة البيض وهنجرب الفوم وازاي نولع نار في الميه. لو انت مش عامل سبسكرايب فانت فايتك كتير قوي. حرقته كده يا نايم مايكرويف حرقني. بنتعب احنا والله. ما تنساش اللايك والسبسكرايب ويلا بينا نبدا. اول تجربه بقى معانا بيضه. المفروض ان احنا هنحط البيضه دي جوه الكاس وهنحط عليها خل. بعد ما نحط عليها الخل وهتفضل بقى شويه، المفروض ان البيضه دي هتكون عامله زي الجيلي او شفافه كده. كانت عامله زي الكوره، كانها كوره شفافه. فالمفروض ان هي تقعد شويه في الخل حوالي ساعه او ساعتين، فهنرجع لها. بصي عملت ازاي؟ هنرجع لها تاني. عايزه اوريكم بس الفقاعات اللي خارجه اصلا منها. اوكي، تحس ان هو سبرايت. حاسه ان حجمها كبر. بس دي بقى هنرجع لها في اخر الفيديو تكون بقى ايه استوت خالص، او معرفش ايه اللي بيحصل جوه. ما معرفش والله ايه اللي بيحصل جوه. يعني هي كانت في المفروض ان هي تبقى عامله زي الجيلي كده شفافه. فهنشوفها بقى ان شاء الله على اخر الفيديو كده، نشوفها هتبقى وصلت لغايه ايه. يعني تاني تجربه معانا ان احنا نولع في البالونه من غير ما تفرقع. ازاي بقى؟ ان احنا هنحط ميه جوه البالونه ونولع فيها ويا رب ما تولعش. يا ابني انت هو مش قال لكم تراجعوا الدرس دي في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ يلا. وعايز حاجه نحط فيها ميه. شمعه، اوعى ايدك. شمعه برضو وكاس. المفروض ان انا هحط الشمعه دي جوه الميه وهولعها، والمفروض ان انا لما هقلب الكاس عليها هتتفصل الميه عن الشمعه. فعايزين نشوف الحوار ده ازاي بقى؟ يلا بينا. هنولعها اهو. ما اتلسعتش. اتفصلت بس فعلا فصلت الميه عن البتاع. نجربها مره ثانيه. فعلا البتاع فصلت الميه عن الشمع تحت الميه مولع عادي. ازاي مش عارف. وفاصله يعني هنا في بس هو الكاس نفسه مفيش ميه. بيقعد وقت شويه لحد ما يفصل. يعني بتاخد شويه كده لحد ما الشمعه تتفصل. تاخد 3-4 ثواني كده وبعدين الشمعه بس تتقفل. اصلا هو انجاز اصلا ان تبقى تحت الميه دي منوره. مفيش ميه بتدخل جوه الكاس نفسه. يعني الميه مفصوله عن الكاس والشمعه. سبحان الله. والله سبحان الله. نجحت فعلا بالتجربه. التجربه دي انا شفتها كتير قوي على التيك توك بصراحه، وانا نفسي اجربها جدا. بس انا خايف قوي يعني ان دي لو فشلت هزعل. طيب بصي بقى، ده المفروض ايه؟ شايفه دي مليانه على الاخر اهو تمام. هنحط بقى دي كده لحد ما تشرب المنديل. تشرب المنديل؟ الميه تشرب المنديل. ربنا يستر عشان هي مش بتشرب حاجه. هتدلق. ما هي بقى ايه الصياعه؟ ان هي ما تدلقش في اي حاجه. ممكن في كاس او في لا انا شفتها على ورقه، ما اعرفش ما هي بقى حاجات كتير قوي. بس هي مش بتشرب. ممكن عايزه ميه ثانيه صح؟ خالد هتدلق بلاش دي. برغبة الله. زي ما انتم شايفين انا طهقانه وزهقانه وزعلانه. شفتوا اتحرقت ازاي؟ شايفين؟ كده اخرة الجواز وسنين اتحرقت كده يا نايم مايكرويف حرقني. مش هعمل اكل تاني خالص. ايه اتدلقت؟ تجربة فشلت خالص. الحمد لله انا مجربتهاش. انا خليته يجربها في المطبخ علشان لو مشيت اوكي، ما مشيتش كان شكله يا عيني. انا عارف يا اما اخليه يمسح الشقه كلها. استني كده اجرب حاجه عشان انا والله نفسي اعملها دي. طب جربي. ونخش على التجربه الخامسه وهي الفلفل. ازاي بقى الواحد ياكل حاجه حاميه من غير مشكله ان انا ماليش في الحامي خالص. فهي لو فشلت، ما هي لو فشلت انا هقعد اسبوع في البيت. المفروض بقى ان انا يعني زبده الكاكاو دي هحطها هنا. هنجرب اتنين.
نجرب دي ونجرب دي نشوف انت هتجربي في هنا ولا مرتين؟ المرتين ربنا يسر. المفروض بقى هنا وهي ليها مكان معين في الزور. المفروض ان هي بتتحط هنا كده. طب انا في دقن هنا اعملها ازاي؟ بالحته دي تجربي انت بقى. لا انت ازاي ما في دقن هنا؟ انا يا بنتي ما هو في دقن. ارفع راسك فوق انت بس. المفروض بقى انك انت لما بتاكل حاجه حراقه بتبان ان هي فيها طعم ليمون او ما بتحسش بطعمها اصلا ان هي حراقه. المفروض جرب ولا جرب ده اكتر احمر اكتر صح؟ لا لا انا شم ريحه الحرقان من عندي. لا خالد احمر. لا هاتي ميه. فاشله بجد. لا مش قادر. خالد احمر ازاي؟ هاتي ميه انا عايز ميه بجد. زي ما انتم شايفين خالد احمر جامد قوي. ايه يا لودي التجربه نجحت ولا لا؟ مش قادر اتكلم. انا مش قادر اتكلم. نجحت؟ انت شايفه ايه؟ حاسه انها نجحت. بالنسبه لك انت نجحت. لا فاشله جدا. احنا بنعمل التجارب دي علشان نوريكم اصلا اذا كانت صح او غلط. محدش ولو يجربها. حد شافها ما يعملهاش. التجربه الثابته معانا بقى بنجيب صابون وفوطه وميه. المفروض ان انا هحط صابون على الفوطه. احط ميه. كفايه اوه مش مشكله. ميه يلا. بسرعه من دي. خلاص مش مشكله. المهم بقى انا المفروض هنفخ فيها. هتنزل بقليل مش عارفه بس هي ريحتها حلوه. بقليل. هنشوف ايه اللي هي. بصي شكلها عامل ازاي. والله حلو. بصي الثانيه اجربها. استني في يس. خلاص. ايه ده اللي انت عملتها ايه ده؟ عجبتني. في حاجه في وجهي. خلاص كفايه. عجبتني قوي. ايه كده ما كفايه اللي انا فيه. انت مش حاسه بيا خالص. ودي كده كانت التجربه الثابته وزي ما انتوا شفتوا حلوه جدا. نجحت صح؟ ممكن تلعبوا بيها على فكره مع اولادكم كده. عسوله قوي والله. حلوه قوي. هي حلوه بصراحه وهي ريحتها حلوه قوي. ريحتها حلوه. البتاع هو اللي ريحتها حلوه. ورجعنا تاني لاول تجربه خالص نشوف ايه بقى اللي حصل فيها بقى. زي ما انتم شايفين اولا انا حاسه ان حجم الخل قل خالص. البيضه اللون بتاعها نفسه راح. هو تقريبا القشره بتاعتها متهيألي ان انا حاسه ان هي كانت عايز تقعد شويه كتير يعني عن كده. بس لسه زي ما هي. لا زي ما هي مش حاساها قلت او حاجه. لسه سليمه. بس بصوا اهي ابتدت تبيض من هنا. شايفين؟ متهيألي كانت محتاجه تاخد وقت اكتر. تقريبا عايزه تقعد مثلا يوم او 3-4 ساعات كده. بس هي يعني الى حد ما ان هي يعني ناجحه شويه. لان هي لو كانت قعدت اكتر من كده على فكره كانت فعلا ممكن تعمل. انا عامه كده هسيبها اصلا واتفرج عليها اشوفها. ممكن بقى ننزلها كده في ستوري عندنا. يعني هننزل ستوري كده نشوف ايه اللي حصل في البيضه دي. هيبقى حصل فيها وطبعا اللينك هتلاقوه عندكم في لينكاتنا تحت الديسكريبشن. وبس احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب تكون التجارب اللي احنا عملناها تكون عجبتكم. ولو في حاجات حلوه عجبتكم جربوها. بس ما تجربوش حوار الميه والازازه بتاعتها خالص ولا الفلفل خالص. معاني والله لحد انا بطني وجعتني والله. معلش انا حاسس ان جالي القولون. بس ما تنسوش قبل ما نقفل الفيديو تكونوا اتاكدتوا ان انتوا عملتوا اشتراك في القناه وفعلتوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. ولايك وشير علشان نكبر بيكم. ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي.